اصحابي صباح الخير عليكم. يوم جديد من ايام شقاوتنا شقاوة شطار. النهارده معانا اصحاب جمال جدا وفقرات جميله وممتعه ومسليه. النهارده نحاول نجيب لكم كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها واللي دايما بتبعتوا لنا عشان تكون معانا في شقاوتنا. خلونا نبتدي على طول دلوقتي فقراتنا وشقاوتنا وشقاوة شطار. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الهاند كرافت. النهارده معايا اصحاب جمال جدا. البنات الجميلة اللي هيشاركوني النهارده في فقرتنا هم حنين ونورينا، اصحابنا اللي معانا النهارده. نعمل مع بعض الفراشة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الفراشة كلنا بنحبها، الوانها بتبقى جميلة جدا. قررنا نعملها معاكم النهارده بحاجات بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت. هنستخدم طبق فوم. لأطباق الفوم ممكن احتمال كبير جدا نلاقيها عندنا. هنستأذن مامي فيها، هناخد منها طبق، هنقسم الطبق بالنص وبعدين نعمله من بره كده يعني بأشكال مش متساوية عشان تدينا شكل الجناح بتاع الفراشة. وكمان هنحتاج ورق مقوى باللون الأخضر، هنعمل منه جزء زي بيضاوي كده، ده اللي هو الحتة الخارجية، وهنعمل حتة مدورة كمان وهنلزقهم على بعض عشان يدونا الجسم بتاع الفراشة من جوه. كمان هنعمل لها الانتنة بتاعتها الستيكس دي بتكون موجودة في المكتبة، اخترناها باللون البني عشان الانتنة بتاعتها بتكون باللون البني. وكمان هنعمل لها عينين، والعينين دي بتكون موجودة في المكتبة بمنتهى السهولة، هنقدر ان احنا نشتريها. بعد كده بالقلم اللي لونه اسود هنبدأ ان احنا نعمل خطوط على جسم الفراشة، وكمان نعمل لها شكل بقها الجميل. هنحتاج كمان فوم جليتر، هنبدأ ان احنا نجيبه ونرسم عليه دواير صغيرة وكبيرة، وبعدين نبدأ ان احنا نقصه. هيبقى عندنا دواير كبيرة زي كده، ودواير متوسطة زي كده، ودواير كمان صغيرة زي دي كده. هنكون عندنا الدواير الفوم جليتر اللي انا قلتلكوا عليها، اللي بعد كده نستخدمها في اننا نزين الشكل الخارجي بتاع الفراشة اللي هي الجناحات زي ما قلتلكوا. طيب كل ده هنعمل بيه ايه؟ هنلزقه بايه؟ هنلزقه بالجانجلو. بس احنا طبعا زي ما بقول لكم دايما لازم يكون في حد كبير هو اللي يستخدم الجانجلو عشان بيبقى سخن جدا، فلازم حد كبير يكون معانا، بابي مامي اي حد، الميس بتاعتنا، حد هو اللي يستخدمها. طبعا انا هستخدمها انا النهارده، لكن هساعد طبعا نورينا وهساعد حنين في اننا نعمل شكل الفراشة بتاعتنا. خلونا نبتدي معاكم دلوقتي على طول ونشوف الفراشة بتاعتنا في النهاية يبقى شكلها عامل ازاي. اصحابي زي ما انتم شايفين عملنا الباترفلاي بتاعتنا
واحدة لنورينا وواحدة لحنين، جميلة جدا وشكلها حلو وممكن نعمل بيها اشكال كتير جدا. نقدر ان احنا دلوقتي نعمل حكاية كبيرة وندخل فيها موضوع الفراشة بتاعتنا دي ونحكي الحدوتة بالفراشة وتبقى حاجة مجسمة عندنا. كمان ممكن بعد ما نخلصها نلزقها عندنا في الأوضة بتاعتنا، هيبقى شكلها حلو جدا. وكفاية ان احنا اللي عاملينها بايدينا. زي ما بقول لكم دايما كل حاجة احنا بنعملها بايدينا ممكن جدا ان احنا نشتريها جاهزة من بره من المكتبة، لكن الافضل كتير اننا نتعلم واننا نعملها بايدينا. ده بيكون بالنسبة لنا بيعلمنا حاجات كتير، وكمان نقدر ان احنا كمان نعلم اصحابنا ويستفيدوا مننا. خلصنا كده فقرة الهاند كرافت مع نورينا ومع حنين اصحابي اللي كانوا معايا النهاردة. خليكم معايا نروح لفقرة تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستوري. النهارده في الستوري معانا بنوته جميلة قوي، تعالوا نتعرف عليها على طول. اسمك ايه؟ نورينا صاحبتنا النهارده قررت ان هي تقعد معانا عشان نسمع مع بعض الستوري. والستوري بتاعتنا بتتكلم عن ديناصور اسمه اورلو ديناصور عايش في الغابة واتصاحب على ولد هناك اسمه سبوت. دايما اورلو بيقول ان افضل صديق ليه هو سبوت، وسبوت بيقول ان افضل صديق ليه هو اورلو، وهما الاتنين بيساعدوا بعض في حاجات كتير جدا. يعني مثلا لو اورلو حصل له اي حاجة ورجليه مثلا اتخبطت في حاجة او اتزنقت في حاجة، طبعا سبوت بيساعده على طول. ده طبعا غير انهم بيلعبوا مع بعض ويتسلوا مع بعض طول الوقت. كمان سبوت لما بيحب يجيب حاجة عالية او من على شجرة بيبقى سهل قوي على اورلو صاحبه، عشان هو الديناصور وطويل وكبير وجسمه ضخم، يوصل لأي حاجة عالية. يقدر يجيب له التوت من الشجر، التوت بيبقى على شجرة عالي، يقدر ان هو يجيبه له بمنتهى السهولة. سبوت كان عايز يقعد في حتة هادية وتكون مريحة وتكون كمان امان، وقادر اورلو ان هو يدور له على المكان دوت. ازاي؟ بان هو يخبيه في حتة امان تحتيه، يعني يقدر ان هو ما يجيلوش مطر ولا يجيله هوا ولا يجيله اي حاجة. وكمان لما يحب ينام عند رجله، ويقدر ان هو يحميه من اي حاجة جاية من بره. اورلو وسبوت كانوا دايما بيحبوا يلعبوا مع بعض ويتسلوا مع بعض، ودايما لو قاعدين مش لاقيين حاجة يعملوها يقدروا ان هم يقترحوا على بعض العاب يلعبوها سوا ويتسلوا مع بعض دايما دايما دايما. اورلو وسبوت كانوا اصدقاء مقربين جدا، ودايما كانوا كل واحد فيهم يقول ان هو احسن حاجة في حياته ان هو اتعرف على صديقه، لان بالنسبة لهم الحياة ما بتبقاش حلوة غير لما يكون فيها اصدقاء طيبين وحلوين. وسبوت كان دايما يقول ايه؟ هو في صديق احسن ليا من اورلو، واورلو نفس الكلام يقول هو في صديق ليا احسن من سبوت. عشان كده صداقتهم دايمت كتير جدا. ايه رايك يا نورينا في الحدوته بتاعتنا؟ حلوه. قوليلي انت مين اصحاب؟ رفان. اكتر حد بتحبي تلعبي معاه؟ اوكي، يعني زي نقول ان انتوا بتلعبوا وبتتسلوا مع بعض زي الحدوته بتاعتنا كده. النهارده عرفنا مع بعض يا اصحابي معلومه مهمه جدا، ازاي نحافظ على اصدقائنا، ازاي نعرف نلاقي حاجات مشتركه ما بيننا، نلعب مع بعض ازاي، نتفاهم مع بعض ازاي، ونعمل مع بعض ايه عشان نكون مبسوطين نكون مرتاحين وصداقتنا تكون اقوى واقوى. الصديق هو اللي بيقسم معانا فرحتنا، وهو كمان اللي بيقسم معانا زعلنا. فبالتالي احنا لو زعلانين قوي لو حكينا لحد من اصحابنا الزعل عندنا بيكون اقل، ولما بنكون فرحانين ونحكي لحد من اصحابنا ونكون مندمجين معاه بنفرح اكتر واكتر. لازم يكون عندنا صديق، والصديق ده يكون مخلص ويكون وافي، ونطور علاقتنا بيه وصداقتنا بيه اكتر واكتر على مدى الوقت. كده خلصت الحكاية بتاعتنا، اتعلمنا منها معلومة مهمة يا نورينا، صح؟ نقول لاصحابنا دلوقتي باي باي. يلا نقول لهم باي باي يا اصحابي. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الكوكينج. النهارده في الكوكينج هنعمل مع بعض الفروتس بتاعتنا اللي احنا بنحبها لكن بطريقه مختلفه. هنعملها ازاي؟ هنقطع الفواكه اللي معانا كيوبس،
طبعا مامي هي اللي هتقطعها، وبعدين هنجيب الستيكس اللي غالبا هتكون موجودة عندنا في البيت، لو ما لقيناهاش هنلاقيها بمنتهى السهولة في السوبر ماركت. مامي هجيبها لنا، واحنا بعد كده بعد ما الفاكهة تتقطع معانا نبدأ ان احنا نحطها جوه الستيكس بتاعتنا، هتبقى في النهاية شكلها عامل كده. طبعا احنا كلنا بنحب الفروتس، وحتى اصحابي اللي ساعات بيبقوا مش عايزين ياكلوها لازم ياكلوها، لانها فيها فيتامينز كتير جدا مفيدة لجسمنا، طبعا بنحتاجها يوميا. فعشان كده احنا اخترنا لكم اكتر انواع فاكهة اصحابي كلهم بيحبوها. احنا جبنا معانا التفاح ومعانا العنب ومعانا الموز، كل اصحابي بيحبوا الانواع دي. ممكن كمان نزود انواع تانية لو احنا بنحبها، اي نوع احنا بنحبه ممكن نطلب من ماما ان هي تقشره وان هي تقطعه لنا كيوبس عشان نستخدمه معانا. خلونا نبتدي بقى دلوقتي على طول الكوكينج مع حنين ومع كندا، اصحابي اللي موجودين معايا دلوقتي هيساعدوني اكيد في اننا نعمل الفواكه بتاعتنا. خلونا نبتدي ونشوف النهاية يبقى شكلها عامل ازاي. اصحابي زي ما انتم شايفين خلصنا الفواكه اللي كانت معانا، عملنا الفواكه بتاعتنا على طريقة الشيش طاووق، جبنا الستيكس بتاعتنا اللي موجودة عندنا في البيت او هنجيبها من السوبر ماركت، كمان خلينا ماما تقطع لنا الفاكهة اللي عندنا كيوبس، اي نوع فاكهة احنا بنحبه، وبدأنا بعد كده نحطه في الستيكس اللي معانا. خلصناها وبقت جاهزة ان احنا ناكلها، وناكلها بقى طبعا في اي وقت في اليوم، لانها فيها فيتامينات كتير جدا جسمنا بيحتاجها، فبالتالي لازم ناكلها كل يوم اي نوع فاكهة احنا بنحبه. كان معايا حنين، كان معايا كندا، اصحابي اللي ساعدوني النهاردة وقدروا ان هم يعملوا معايا الفروتس اللي معانا. كده خلصت فقرتنا، فقرة الكوكينج. اصحابي كده خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده، يا رب فقراتنا كلها تكون عجبتكم. كل يوم بيكون معانا فقرات جديده، اي فقرات حابين تشوفوها معانا ابعتوا لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، هتكون معانا كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها. سيبكم دلوقتي ونشوفكم بكره في شقاوه جديده، وشقاوتنا شقاوه شطار.